إيه؟ أننا أحيانا قد نخدع، تتسرب إلينا أفكار أو أشياء وما تكون صحيحة. هنا الابتلاء الحقيقي أو البلية أو المحنة يا إخواني، أننا بقول لأختي ندخل شوي علميا عاد، أننا لا ننتخب أفكارنا كما نظن فعلا وفق محاكمات فكرية، مش صحيح. بالعكس، معظمنا على الإطلاق ننتخب أفكارنا بدوافع عاطفية، شعورية أو لا شعورية. تقول لا بالعكس، أنا أجرته بحثا، بحثي في الماجستير، بحثي في الدكتوراه، إيه في الظاهر هذا. والمشرف تبعك طبعا على ملتك ومن أهل مذهبك، ولا مش صحيح؟ ومن أهل لغتك، وأنت عارف توجه وعارف طريق الرسالة إن شاء الله والعلامة يعني. لا لا لا، في جوانب عاطفية في الداخل على فكرة. لو أجريت هذه الرسالة نفترض في الغرب وعند مشرف آخر واتجاه مختلف، أنت حتلاقي نفسك برضو إيه تلقائيا انتهيت إلى نتائج نسبيا تختلف عن التي تنتهي إليها إيه في الحالة الأولى. وتقول لي البحث العلمي أداني إلى ذاك يا أخي. ربما كنت أكثر إيه تحررا مثلا من قيود تحكمك في بلدك، ولا مش صحيح؟ عند مشرف يكون مثلا عالما دينيا وهذاك مستشرف مش همه على أساس بدعي الموضوعية. فلو قرأنا القرآن الكريم بنشوف إخواني وأخواتي أنه آيات كثيرة تتحدث أن الناس ينتخبون إيه آراءهم بدوافع عاطفية. يعني المعجم القرآني في هذه المسألة معجم عاطفي، وهذا الشيء عجيب وغريب. لما الله يقول قبل شوي قلنا كذلك زينا لكل أمة عملهم، شايفها حلو، هو شايف أعماله حلوة حكاية حلوة مش معناها صحيحة، مظبوط؟ إيه طبعا، لكن هذه لغة عاطفية. نقول لك هذا بالعكس، شوف طريقة كيف السنة اللي بيصلوا ما أجملها. يقول لك حط إيده هيك في أدب يا أخي. يقول لك شوف السنة هذا البريد بحط إيده هيك، لأنه هذاك شاف أهله وهو صغير بيصلوا هيك. هذا اصطلاح ممتاز بصراحة. والخبط هذا اصطلاح فيها خشوع. يقول لك هذا الأحبة بتكتب هيك ويغضب. هذه عاطفة مش محاكمات عقلية. هذه عاطفة. الله يقول حبب إليكم الإيمان. شوف حبب، ما قالش أقنعكم، تحبيب بس حبيت هذا الشيء، فهذه لغة عاطفية. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولا مش صحيح؟ إبراهيم ايش قال لقومه؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا. أنتم فقط عشان يسعد بعضكم بعضا ويسعد بعضكم ببعض تنتموا إيش؟ نفس الأفكار ونفس المنظومات، عشان إيه؟ لا تشقي الناس بك. هذا كلها لغة عاطفية. تجارب الآن المشكلة العلمية في القرن 21 أكدت هذا، أكدت أننا نتحرك عاطفيا وليس إيه بمحاكمات عقلية. الدماغ تبعنا يا إخواني في مراكز للمحاكمات المنطقية صحيح، وفي مراكز للفاعليات العاطفية. طبعا بالتصوير المشهور هذا إرماي، بهذا التصوير نستطيع أن نعرف وين المراكز اللي بتتحرك، هذه أو هذه، بنشوفها أمام بالألوان. هم عملوا بالطريقة اللطيفة هذه. فجابوا إيه؟ جابوا جماعة من الناس قسموهم إلى فرقتين بحسب إيه انقسامهم الأيديولوجي. جماعة منهم بأيدوا إيه الحزب الفلاني ألف، وجماعة بأيدوا الحزب إيه. في الحقيقة في أمريكا هي المسألة صارت ناس مع الديمقراطيين وناس إيه مع الجمهوريين. وبعدين جابوا إيه للجمهوريين المرشح تبعهم، وجابوا له عرضوا له عدة عبارات يتناقض فيها، يقول الشيء ثم يقول إيه عكسه، يقول الشيء يقول عكسه. تفضل شوفوا. وطبعا بصوروا إيه أدمغتهم. هنا لم تتحرك مراكز التفكير المنطقي، لم تشتغل. التي اشتغلت مراكز إيه الانفعال العاطفي. هذا حبيبنا ومنا، هذا مش الحصة تبعنا، إيه ممتاز، هذا مرشحنا، إيه مش متناقض هذا، لا 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 لا، هذا عميق، كلامه عميق. عرفنا تشوف هيك إيه طبعا كلام في عمق يا أخي. لما حكى هيك كان هو يقصد كذا، بس المرة الثانية حكى لأنه عمق، الرجل عميق دقيق في كلامه. أبدا ما شافوش أي تناقض، جمل كثيرة جمل كثيرة، مش جمل كثيرة، صفحة كاملة قال لك ولا في أي تناقض. قالوا طيب صح. أعطوهم إيه تناقضات مشابهة لمرشح الحزب إيه الديمقراطي. العاطفة سكتت، اشتغل المنطق. إيه طبعا التناقض هنا واضح يا أخي. إيه طبعا هم مش عارفين إيش بيصير. هذا شيء لطيف جدا. هذه التجربة سحرتني، التجربة هذه سحرتني فعلا. هذا الذي يحصل معنا يا إخواني. الشافعي ولا كان عنده تصوير للمغناطيس ولا كذا، ومن زمان فاهم الشغلة هذه. قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يكفي فقط أن تحب الشخص أو المذهب أو الأيديولوجيا أو إلى آخره حتى تعمى عن مساويه. وجرب حتى في علاقاتك مع أصدقائك، لما تسخط على صديق تنقلب كل حسناته إلى سيئات. عجيب. هو طبعا مسكين يشخص فيه، يقول لك يقول طبعا ما انت عملت هذا استغلال لي. انا استغلال يا اخي، خدمه استغلال، انا كنت حاسس انه استغلال، وهو امبارح كان خدمه وانت بوست راسه انه خدمك. سبحان الله يا اخي. هذا الانسان من الذي يترفع عن ايه عن هذا المستوى؟
أنا أقول لكم هذا تكون ولي من أولياء الله اللي يترفع ويكون فعلا إنسان يعطي النصف. النبي قال من أحب أن تأتيه منيته عفوا من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح من النار فلا تأتينه منيته إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلنا منهم وأن محمدا رسول الله وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. تعطي النصف من نفسك، تحكم على نفسك بنفس الشدة والصرامة المنهجية والدقة العلمية التي تحكم بها على إيش؟ على الناس وموقفهم. لكن من يفعل هذا، برجع بقول لكم من يفعل هذا. هنا عندكم في الكويت عالم فاضل مش هذكر اسمه طبعا أعوذ بالله سمعته مرة بيسألوا واحد وطبعا يعني عالم فاضل بس مش علامة يعني فاضل، عالم فاضل شيخ دين محدود بدرس عقيدة وعنده سلسلة كبيرة في العقيدة. طيب بدرس عقيدة لازم تكون عارف معرفة دقيقة جدا جدا الفرق والمذاهب صح ولا لا؟ الشيعة 12 بعد خاصة الشيعة 12 هذول فرض ولا مش هلال والشيعة الزيدية والإباضية وتعرف الشغلات هذه أخي. فالراجل معرفته محدودة جدا جدا بشيء اسمه شيعة وجاب القصة موضوعية باطل على فكرة، قصة قنبر ومش عارف ايه وعبدوا عليه وحطهم في النار ولما رأيت أمرا منكرا أججت نار ودعوت قنبرا كل هالكلام فارغ لم يثبت. المهم مش دفاع عن كذا لكن بحكي لكم الحقيقة العلمية. قام واحد سأله وقال له يا فضيلة الدكتور شكرا، قال له محمد باقر الصدر هل تنصح بالقراءة له؟ قال له هذا تبع في الوزارة في إيران هذا على حسب بني الصدر هذا أيامها. قال له لا يا مولانا لا هذا عالم عراقي لم يسمع به. تخيل تعال ندرس عقيدة لم يسمع بمحمد باقر الصدر، كارثة. لم يسمع بأكبر عقل فلسفي عربي القرن العشرين على الإطلاق لم يسمع به. كتب تترجم وتلخص وتدرس في جامعات غربية وإسهاماته الفلسفية والمنطقية لم يسمع به. وبعدين مرجع شيعي أعظم محمد باقر الصدر رحمة الله، مرجع الرجل مش أي كلام يعني. فقال له لا مش هو. قال له طيب على كل حال، قال له يا مولانا هو صاحب اقتصادنا وفلسفتنا والكتب المشهورة هذه. قال له لم أقرأها لم أسمع بها. قلت إيش هالعلامة هذا ما شاء الله متخصص في العقيدة يعني ما علينا للأسف. بعدين قال له هل هو شيعي؟ قال له شيعي. قال له أنصحك ألا تقرأ له. مش ممكن انت عالم وكذا وهذا مش معناه انك انت لازم تتعاطف مع الشيعة. ما في العلم ما فيش في تعاطف غير تعاطف، العلم في حقائق ندرس عشان لما نتناقش مع الشيعة برضه نتناقش بصرامة وبأدب نعرف كيف نتكلم معهم صح ولا لا؟ مش سباب ومهاترات نتكلم ونقول لهم أنتم تخطئون في كذا ونعرف عندنا حجة وهم نفس الشيء. نقاش علمي محترم من غير مجاملات، الحقائق ما فيها مجاملات. فتخيل هذا مستوى كبير ومدرس في الجامعة من سنين وقال لك ما دام شيعي أنصحك. طبعا إذا الشيعي نفس الشيء طبعا هذا سني أنصحك ألا تقرأ له من العوام هذا سنة العوام لا تقرأ. وهكذا مش ممكن يا جماعة. بالعكس أنا بشوف إنه يا ريت كمان إن نعود حالنا نقتبس مش الشيعة والسنة نقتبس حتى نيتشه وماركس على منبر رسول الله شوية نفتح دماغتنا. والنبي قال الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التمسها، في رواية أصاب، في رواية فهو أحق الناس بها، حديث الترمذي وغيره. النبي عليه السلام قبل ما يبعث كان في واحد من ثقيف اسمه أمية بن أبي الصلت وشاعر يعني ما شاء الله يعني مبين وكان موحدا وكان يعتقد أنه سيكون هو نبي آخر الزمان. لما النبي بعث عاد سقط في يده غضب الرجل وكفر بالنبي. النبي قال آمن شعره وكفره لكن النبي في حديث في صحيح مسلم مرة في سفر يستنشد أحد أصحابه يقول له يا فلان ما معك من شعر أمية بن أبي الصلت عدو اللي كفر به. بس هذا لا يعني أنه أمية ما عندوش شعر ممتاز وشعر في الرقائق وشعر توحيدي ما نضيعوش. ليش نضيعه؟ تراث هذا صح. شوف النبي أفاق واسعة جدا. فقال له معي كذا بيتا، قال له هي كمان فأنشده قال حتى أنشدته 100 بيت. شوفين التوسع. واليوم ممنوع أن تقتبس إلا واحد يكون من نفس الدائرة صح وعلى نفس الطريقة وإلا بعدين ينظر إليك. طيب الأخت سألت برضو عن عالم الموت. لا طبعا هذا سؤال كبير.